هقول لك على شوية حاجات بيعملها الهاند بلندر مستحيل تكون جت في بالك. لو مهتمة بالموضوع مساء الخير عليكم واهلا بيكم بحلقة جديدة. معروف ان ربة المنزل في المطبخ مش بتستغنى عن الخلاط، ومؤخرا الهاند بلندر. انا هقول لك على شوية حاجات بيعملها الهاند بلندر هتستغني خالص عن الخلاط، لانه معروف انه الخلاط اعطاله كتيرة، الدورة اتكسر، المطحنة اتكسرت، مش عارف السلك سيح، وغير غسيله وغير تطلع كذا قطعة، وركب العصارة وركب المطحنة. ده الخلاط اليدوي او الهاند بلندر. ده شغله اسرع وشغله اسهل، ومش بيحتاج الوقت، تحط الفيشه ويشتغل على طول في الحله، في دوره، في كوبايه، في اي حاجه. تمام. فانا هقول لك النهارده عن شويه حاجات بيعملها الهاند بلندر هتخليك تستغني عن الخلاط نهائيا، وما اظنش تكون جت في بالك نهائي. اولا الهاند بلندر ده خلاط يدوي سهل الاستخدام، مش متعب خالص. تحط الفيشه يشتغل في اي حاجه، في حله، في اي حاجه، مش محتاج انك تفضي في دوره وتحط الغطا وتشغلي. لا، تمام. فمعروف انه شغله العادي انه مثلا هو مشهور انه اكتر حاجة بيعمل البامية، الطماطم، صلصة زي كده. تمام. دي الاعمال المشهورة بيه. عمرك جربت انك تطلعي فاكهة من الفريزر تكون مخزناها، او فاكهة فريش وتعملي بيه عصير؟ لو كان مثلا الخلاط عندك عطلان او الدرق مكسور، جربي، هو بيعمل عصير تحفه، بيظبطه على الاخر. انا جربته اكتر من مره، بيعمل عصير حتى لو كان متجمد في الفريزر. تمام. دي اول نقطه متهيألي مش كل الناس تعرف. تاني حاجه كارثه طبعا اللي هو السكر البودره. دايما طبعا المطحنه بتاعت الخلاط بيكون فيها كمون، مش عارف فلفل اسود، فبتضطر تشتري السكر من بره من السوبر ماركت جاهز، وبتشتريه غالي جدا. طب عمرك جربتي انك تطحني السكر بالهاند بلندر؟ دي متهيألي الجديدة، دي الجديدة اللي محدش جربها خالص. دي رقم اتنين، ان انت ممكن تعملي السكر البودرة اللي هو بتاع المعجنات والحلويات والكلام ده والكيكات والكلام ده. جربت انك تعملي السكر بودرة بالهاند بلندر؟ جربي وقولي لي ايه رأيك في التجربة في التعليق. دي تاني حاجة. تالت حاجة، انه كمان ممكن تعملي بيه كمون، كزبرة، فلفل اسود، وبيطحنهم كويس خالص زي ما هوريكم في الفيديو. هجيب لكم السكر اهو، اهو زي ما انتم شايفين، وهجيب لكم الكمون والكزبرة والفلفل الاسود، بيطحنهم حلو خالص. يعني انت معاك الهاند بلندر ده او الخلاط الكهربائي او اليدوي بيعمل كل حاجة، ولا تطلع القاعدة بتاعة الخلاط وتطلع الدورة تقعد تغسلي فيهم ساعتين، والدورة بتجيب الشيء الفلاني اللي وقع من ايدك اتكسر ب 150 جنيه، اقل دورة كويس دلوقتي. لا، ده الهاند بلندر اولا سعره رخيص، في انواع على كد الايد، ومش ضروري ماركات عشان يشتغل معاك، لا، اقل ماركات بتشتغل وبتعيش زي الفل. حاجة انت تكوني مراعيها يعني اول حاجة رخيص، سهل، سهل معاكي اي وقت تحط الفيشه اضرب اطلع بس على كده وخلصت، غير الخلاط وعكة الخلاط. تاني حاجه يعني بيوفر لك وقت، وكمان رخيص، وكمان اعطاله قليله، مش زي الخلاط القاعده سيحت، الدرق اتكسر، المطحنه دي فيها كمون ما ينفعش اعمل فيها سكر زي كده. يعني لو جينا نقارن بين الاعمال اللي بيعملها الخلاط والهاند بلندر، بعد ما وريتكم هو بيعمل ايه وايه، لو جينا نقارن بالخلاط ما بين الهاند بلندر انهي الافضل، متهيألي الهاند بلندر فيه مميزات اكتر، اعطاله قليله وسعره رخيص زي ما قلنا. تمام. يعني انت ما فيش حاجه ما يقدرش يعملها غير مثلا اللي هو شغل الكبه، البصل، اللحمه، وده ممكن تجيبي كبتك وهاند بلندر يعني يبقى يغنيك عن كل الادوات التانية. زائد انه في هاند بلندر طبعا بكبه لحمه، في هاند بلندر بالمضرب، في هاند بلندر 7 في 1 بيعمل لك كل حاجه. يعني انت لو جبت هاند بلندر 7 في 1 1000 واط، ده هيغنيك عن كل حاجة، هيغنيك عن الكبة برضه، لأنه في كبة، في مضرب بيض، في عجان، في السلاح اللي هو بتاع العجين ده، انت ممكن تحطي في الكبة ويشتغل عجين ويشتغل كل حاجة. المعجنات اللي هي الكيكات والحاجات البسيطة، يعني مش العجين اللي هو عجين العيش، لا. بس كده يعني، انا دي المعلومات اللي كنت عايز افيدكم بيها. لو في اي سؤال، اي استفسار، لو في حد يبدي رأيه بحاجة يكتب لي في التعليقات. لو عايز يقول لي تجربته نجحت، عايز يسأل اي سؤال بره موضوع الحلقة او موضوع الحلقة، يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه على طول. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.